بالنسبة لي أحلى نوع تشيز كيك تقدروا تاكلوه هو نيويورك تشيز كيك، عشان هو ده الأصل وده أساس التشيز كيك. أي وصفة تانية مختلفة عن وصفة النهاردة فهي بتكون أسهل وأبسط تشيز كيك تقدروا تاكلوها، أو لو انتم مستعجلين وحابين تاكلوها فتعملوا الوصفات الباردة من غير فرن. أما الأصلية هي اللي هنعملها النهاردة. وأهلا، أنا سارة، والنهاردة هنعمل مع بعض نيويورك تشيز كيك. كلوها وبعد كده مش هتقدروا تجربوا أي نوع تاني. يلا على طول ونبدأ في وصفتنا. وعلى طول الطريقة مفيش اسهل منها، وعملتها معاكم قبل كده في سلسلة التشيز كيك، عملنا فيها وصفات كتير جدا جدا وبأطعم كتير مختلفة. اول طبقة هنبدأ بيها وهي الاساس طبقة البسكوت. طبقة البسكوت واتكلمنا فيها قبل كده كتير ان احنا نستخدم البسكوت اللي انتوا حابينه، وكل ما يكون نوع البسكوت كويس وفيه زبدة ده هيخلينا ان احنا ما نستخدمش الزبدة كتير. هنفرم البسكوت ونخليه ناعم خالص، وهنبدأ ان احنا نسيح الزبدة ونضيفه على البسكوت. بفضل هنا الخطوة اعملها في الكبة، هتديني نتيجة اسهل واسرع، وكمان تكون مظبوطة اكتر وتخلي ان الزبدة تدخل في البسكوت كله. بس لو مش متوفر عندي فاكيد ان انا بايدي كده هبدأ ان انا ادخل كل كمية الزبدة في البسكوت. وبعد كده ان انا لو لقيت ان عندي كمية الزبدة محتاجة تاني ممكن ازود. في بيكون تقريبا نص كمية البسكوت بيكون زبدة، بس زي ما اتفقنا لو البسكوت فيه زبدة اكتر كل ما هيقلل كمية الزبدة اللي هنستخدمها. فاحنا ممكن نزود كده معلقة او معلقتين من المية المغلية، هتخلي ان الزبدة تبدأ ان هي تسيح، وكمان كل حاجة تتجانس مع بعضها، والزبدة اللي في قلب البسكوت تسيح كمان. وبعد كده نوصل لقوام الرمل المندي، هو ده القوام المظبوط. هنبدأ نفرده ونبدأ ان احنا كده نساوي السطح كويس، وممكن ان احنا ندخله في الفرن بعد كده نطلعه ونسيبه يبرد تماما قبل ما نضيف الطبقة التانية. انا محتاجة ان البسكوت عندي ياخد لون كده او تحميصة شوية تحت الشواية عشان تعمل كطبقة عازلة، او ممكن ان انا احطه في الفريزر شوية عشان يمسك معايا ما يبقاش طري كده. على ما نحضر الخطوة التانية بتاعتنا او الطبقة التانية، 3 بيض وتكون بحرارة المطبخ، عصير ليمون وممكن كمان معاها بشر الليمون هكون حلو قوي، معلقتين كبار من النشا، 250 جرام من الجبنة الكريمي اي نوع انتوا بتفضلوه، نص كوباية من كريمة الطبخ، فانيليا، رشة ملح، نص كوب من السكر على حسب الرغبة، لو انتوا حابين تضيفوه او تقللوا منه ده هيرجع لكم، 100 جرام من الشوكولاتة البيضة ومدوبينها، وهنا كمان دي اختياري، لو مش حابين تضيفوها اكيد تقدروا تشيلوا الخطوة دي. في بولة كبيرة هضيف البيض وعليه الفانيليا، عصير الليمون وبشر الليمون كمان لو متوفر، السكر، وابدأ بالمضرب اللي انا اخلط كل حاجة مع بعضها كويس جدا. وهبدأ ان انا اسيح الشوكولاتة، 100 جرام من الشوكولاتة، وزي ما اتفقنا دي خطوة اختيارية. هضيف الجبنة وتكون بحرارة المطبخ، كل ما هتكون درجة الحرارة بتاعتها يعني او لسه مش مطلعينها من التلاجة على طول كل ما هتختلط معاكم اسرع وما يكونش فيها تكتلات. هرجع تاني اضرب بالمضرب واخلط كل حاجه مع بعضها، وممكن كمان اديلها ضربه بالهاند بلندر عشان ما الاقيش فيه اي قطع خالص. ونقطه مهمه هنا جدا، لو انتوا اول مره تعملوا التشيز كيك هنبدا الاول بالكريمه عشان تكون معانا القوام ناعم. انا هنا بعرف اتصرف لو القوام عندي طلع فيه تكتلات شويه. لو اول مره تعملوه او مش عملتوهاش قبل كده او ما مش متمكنين فيها قوي، ابداوا الاول انكم تخلطوا الجبنه الكريمي مع السكر ويكون قوام ناعم جدا معاكم. هنبدأ نضيف عليه البيض بالتدريج، بيضة بيضة، وكل ما تختفي بيضة هنضيف البيضة اللي بعدها. هنضيف الكريمة ونكون حطينا في طبق الأول نص كوباية من الكريمة، عليها معلقتين كبار من النشا، نخلطهم كويس جدا جدا، ونبدأ ان احنا نضيفه على الخليط بتاعنا واحنا بنضرب بالمضرب الكهربائي. اول ما نلاقي ان القوام خلاص اختلط تماما تماما يبقى كده هو وصلنا للقوام المظبوط. هنا اختياري زي ما قلت لكم هضيف 100 جرام من الشوكولاته، وفي الحاله دي ممكن ان انا اقلل شويه كميه الدقيق، فانا هنا مستخدمه معلقه او اقل من معلقه بسيطه. وهنيجي هنا على القالب بتاعنا، لو القالب عندكم هنا بيفتح فعايزين بس ان احنا نقفله كويس جدا بورق فويل ويكون طالع فوق شويه عشان يعمل كعازل عن الميه اللي احنا هنضيفها وهي بتستوي. ممكن نعمل الخطوه دي وممكن لا،
يعني في اوقات انا بسويها بالطريقه دي واوقات بسويها بالطريقه العاديه خالص من غير اي حمام مائي زي ما انت هتشوفوا دلوقتي. ان انا بجيب صينيه اكبر من الصينيه بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن، واضيف فيها ميه تكون مغليه وهدخلها الفرن ان هي تستوي. زي ما قلت لكم انا بوصل لنفس النتيجه بنفس الطريقه، ان انا بحطها في فرن يكون سخن لدرجه حراره 160. هتاخد معانا تقريبا من 40 دقيقه ل 45 دقيقه على حسب الصينيه. استخدمتها في صينيه اكبر فيكون السمك بتاعها اقل من كده فتاخد تسويه في وقت اقل. المهم عندنا تكون السطح بتاعنا بدأ ان هو مسك نفسه من فوق، وعلى الاطراف القوام بتاعها ماسك قوي، اما في النص ممكن نلاقيه شويه ان هو حاجه بسيطه. فهنطفي الفرن ونسيبها تكمل تسويتها بالراحه ربع ساعه كمان في الفرن، ونطلعها وتسيبها ان هي تبرد تماما تماما، وبعد كده ندخلها في التلاجة ونسيبها لتاني يوم. هتديكم قوام افضل بكتير، وكمان الطعم هيكون احلى بكتير. تقدروا تضيفوا التوبينج اللي انتوا حابينه، صوص كراميل، صوص شوكليت، مربى، التوبينج اللي بيكون جاهز من اي نوع فاكهه تقدروا تعملوه في البيت. كل الافكار دي انا عملتها معاكم قبل كده. ارجعوا لاي وصفه تشيز كيك وتاخدوا منها اي نوع توبينج انتوا حابين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا وصفتنا، يا رب تكونوا استفدتوا منها. اقابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفه، والسلام عليكم.